سوبر زملكاوي، مبروك للزمالك وجمهوره وهارد لك للاهلي وجمهوره. بالنسبه للزمالك كنتوا الافضل وتستحقوها عن جداره. كولر كان نازل ناوي الماتش ان هو يدوك الكوره ويخطف جون زي ما خطف في ضربه الجزاء، او يخطف جون في الشوط الثاني ويموت عليه زي ما حصل في نهائي الترجي. لكن قدام ضغط جوميز ال 90 دقيقه ما قدرش يواكب، ولما حس ان في فلاتات حاول يوازن وينزل قفشه في خط النص، لان امام عاشور كان بره الماتش خالص ما كانش بيأدي واحنا مش عارفين نطلع قدام، فقرر ينزل قفشه يحل خط النص. ولكن اصلا المشكله كانت من الباك الشمال يحيى عطيه الله، غلطات كتير دفاعيه من ناحيته. انا ما بعيبش فيه، ولكن هو مش هينسجم من اول ماتش او اكيد، واول ماتش قصاد الزمالك وديربي كبير زي ده. ولكن الغلط كله في البدايه من تخطيط كولر للماتش، ما درسش كويس. وبرده اصابه هاني اثرت، على عكس الزمالك اللي نزل ضاغط، نزل عاوز ياخد البطوله وبالفعل عمل اللي عليه. والشناوي قاطع ايده مش عارف يعمل شاوي في اللي حصل، الكوره كلها انت خبطت في ايدك، مالك يا باشا في ايه؟ انا مش احول، لا انا اعمى. الف شكر يا ابو يوسف حبيب اخوك، ما تترعاش ماتشات تاني. ايه يا ليلى؟ في ايه يا ليلى؟ الله يخرب بيتك، كاس العالم جاي يا ليلى. لا يكفو اخوك حبيب اخوك